مين كان رئيس أمريكا في الوقت دوّة؟ تيودور روزفلت، جد مين؟ الأستاذ كيرميت روزفلت اللي أمريكا بعتته كعميل للمخابرات في إيران للإطاحة بمحمد مصدق. أهلا بكم، أنا حسام جلال ومرحبا بكم في إنحاز فكرة. اتكلمنا في الجزء الأول من الإمبراطورية الأمريكية والاغتيال الاقتصادي للأمم عن الطرق المبتكرة اللي بتستخدمها الإمبراطورية الأمريكية في تأسيس إمبراطوريتها ونهب ثروات الأمم، وإنها بتتكون من ثلاثي الحكومة والشركات والبنوك أو المنظمات الدولية، وإزاي قراصنة الاقتصاد بيستخدموا التقارير الاقتصادية المضللة والمصطلحات الاقتصادية في تضليل وخداع الدول اللي مستهدفة في نهبها، وإزاي إن هم عندهم بعض المفاهيم الاقتصادية بيقدسوها زي الإنجيل بالظبط على حد ذكره جون بيركنز القرصان الاقتصادي، إن النمو الاقتصادي ده دائم وهو مفيد للبشرية عامة، في حين إن هو ممكن يكون مفيد لحفنة بسيطة من الأشخاص، وإنك كإنسان عندك واجب حضاري مهم هو الاستهلاك ثم الاستهلاك ثم الاستهلاك. واتكلمنا عن إن القراصنة الاقتصاد لو فشلوا في مهمتهم بيأتي بعدهم المستوى الثاني وهو فصيلة الثعالب، أو ثعالب ال CIA المخابرات المركزية الأمريكية اللي بيتدخلوا بالاغتيالات والقتل والأعمال القذرة في حالة فشل قراصنة الاقتصاد في مهمتهم. أما في حالة فشل قراصنة الاقتصاد وفصيلة الثعالب في مهمتهم بيرجعوا للوسيلة القديمة لتأسيس الإمبراطوريات وهو الغزو العسكري زي ما حصل في أفغانستان والعراق. وبيتكلم جون بيركنز في كتابه إن في نموذجين للدول المستهدفة بنهب ثرواتها الاقتصادية. أول نموذج هي الدول اللي عندها موارد اقتصادية ضخمة تقدر من خلالها إنها تدفع فاتورة مشاريع البنية التحتية اللي هتقوم بيها الشركات الأمريكية زي دول السعودية أو العراق أو إيران. وقال إن ممكن يكون مثال زي السعودية تعمل اتفاقية مع أمريكا زي اتفاقية الجيكور اللي اتكلمنا عنها في الحلقة الثانية من العلاقات السعودية الأمريكية، أو ترفض فيتم غزوها زي العراق، أو ترفض بعد قبول زي إيران ما بعد الثورة الإسلامية ويتم تصنيفها كإحدى الدول المارقة. النموذج الثاني هو الدول اللي ما عندهاش موارد اقتصادية ضخمة، في الحالة دي هيتم إغراقها بالقروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن طريق تقارير اقتصادية تقبل من قراصنة الاقتصاد زي جون بيركنز، وعلى أساسها سيتم إنشاء مشاريع البنية التحتية، وبعد كده يعملوا على تعثر هذه الدول فبالتالي ما تقدرش تسدد ديونها وتبقى مرهونة وتابعة لهم اقتصاديا وسياسيا، فيستخدموها بقى إما في إنشاء قواعد عسكرية أو التصويت لصالح قضايا معينة في الأمم المتحدة. والدول دي زي الإكوادور وأندونيسيا وبنما. وهنتكلم في الحلقة دي عن بعض الدول اللي اتكلم عنها جون بيركنز كانت تجارب لقراصنة الاقتصاد. وأول دولة فيهم هي إيران. ومن المعروف أن إيران كان ليها تجربة مشابهة للتجربة المصرية في الخمسينات لما قام الرئيس المصري جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس من السيطرة الفرنسية البريطانية. إيران برضو أمموا قطاع النفط، وقام رئيس الوزراء المنتخب محمد مصدق سنة 51 بتأميم قطاع النفط في إيران. بريطانيا غضبت غضب شديد، ولكن بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة كانت أضعف من أنها تقوم بأي رد فعل كبير، فاستعانت بأمريكا، خصوصا أن الغرب كله كان قلقان أن إيران تتجه إلى المعسكر الشرقي. تدخلت أمريكا عن طريق فصيلة الثعالب للمخابرات المركزية الأمريكية، وقام عملاء أمريكا بإثارة الشغب وعمليات النهب واضطرابات لحد لما قدروا يسقطوا محمد مصدق ويعيدوا الشاه للحكم ويقضوا على مشروع محمد مصدق لتأميم البترول. نفس الطريقة اللي استخدمتها بريطانيا وفرنسا لمحاولة إسقاط نظام الرئيس المصري جمال عبد الناصر وإنهاء مشروع تأميم قناة السويس لما قاموا بالعدوان الثلاثي سنة 56. وعلى الرغم من نجاح العملية الأمريكية في إيران سنة 53،
لكن العدوان الثلاثي فشل في مصر وده لعدة أسباب. أولها طبعا صمود الشعب المصري الكبير. السبب الثاني كان إن بريطانيا وفرنسا كانوا مفتكرين نفسهم إمبراطوريات، مش واخدين بالهم من التغير اللي حصل بعد الحرب العالمية الثانية، وإن في إمبراطوريتين جداد ظهروا هي أمريكا والاتحاد السوفيتي. فبمجرد العدوان الثلاثي ما حدث على مصر ابتدت أمريكا والاتحاد السوفيتي يوجهوا إنذارات لبريطانيا وفرنسا، وخصوصا إن الهجوم كان من وراء ظهر أمريكا، وبالتالي فشل العدوان الثلاثي على مصر. وبيقول جون بيركنز عن إيران إن طول عمره كان مهتم بإيران لأن كان ليه صديق إيراني موجود معاه في المدرسة. وبيقول إن أثناء تدريبه على إيد كلودين معلمته قالت له إن إحنا نعتبر الجيل الثاني لتقاليد عظيمة في تأسيس الإمبراطورية، بدأت لما أنت كنت في الصف الأول الابتدائي، لأن مهنة القرصان الاقتصادي مستوحاة من عميل المخابرات الأمريكية المركزية كيرميت روزفلت. كيرميت روزفلت هو العميل اللي بعثته أمريكا لإيران لترتيب عملية الإطاحة بمصدق، ونجح فيها تماما عن طريق الرشاوي والتهديد وإثارة الاضطرابات لحد لما قدر يطيح بمصدق ويعيد الشاه. كيرميت روزفلت هو كان حجر الأساس في تأسيس مهنة القرصان الاقتصادي، بل إنه على حد قول كلودن هو أعاد تشكيل الشرق الأوسط، لأنه بدأ في تأسيس طريقة جديدة للإمبراطوريات لا تعتمد على القوى العسكرية، خصوصا إن استخدام القوى العسكرية بقى في مشكلة مع وجود الاتحاد السوفيتي. بس في مشكلة، وهي إن كيرميت روزفلت هو موظف في المخابرات المركزية الأمريكية، بالتالي إذا تم كشفه أو القبض عليه هتبقى مشكلة كبيرة. لكن لو قامت المخابرات المركزية الأمريكية باختيار قراصنة الاقتصاد وبعد كده يتم تعيينهم وتقاضي أجرهم من شركات في القطاع الخاص، فبالتالي إذا تم كشف أمرهم الموضوع هيعتبر صراع ما بين شركات للقطاع الخاص، وبالتالي تتم عملية النهب الاقتصادي في سهولة ويسر وأمان. وبكده يكون كيرميت روزفلت اللي هو يعتبر حفيد الرئيس الأمريكي السابق تيودور روزفلت هو المؤسس الحقيقي لقراصنة الاقتصاد أو للقرصنة الاقتصادية، وتبقى إيران هي أول تجربة استخدم فيها القرصنة الاقتصادية لنهب الدول. هننتقل للحديث عن دولة تانية تلاعب بها قراصنة الاقتصاد وثعالب المخابرات المركزية الأمريكية. الدولة دي هي بنما، خصوصا أن دونالد ترامب رئيس الأمريكي من كام شهر كان هدد باستعادة قناة بنما، فمحتاجين نأسس تاريخيا لبعض النقاط في الموضوع ده. في عام 1823 كان في رئيس أمريكي اسمه جيمس مونرو. جيمس مونرو كان عنده مبدأ أو سياسة سميت باسمه، اسمها مبدأ مونرو. مبدأ مونرو ده كان بينص على إن أو خلاصته إن نصف الكرة الغربي اللي بيحتوي على أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ده حق خاص بأمريكا وليها أن تفعل به ما تشاء. واستخدم المبدأ ده رؤساء كثيرين لأمريكا في التدخل العسكري في دول أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، زي كينيدي لما في حادثة أو واقعة الصواريخ الكوبية، وجورج بوش الأب لما قام بقصف بنما، والكثير من الأحداث. المهم إن في القرن ال19 جه ديليسيبس اللي هو نفذ حفر قناة السويس وقال ما تيجي نعمل قناة تربط المحيط الهادي بالمحيط الأطلنطي عند كولومبيا، لأن بنما في الوقت ده كانت جزء من كولومبيا. الموضوع فشل ومات عشرات الآلاف من الأبرياء في عملية الحفر بسبب الأوبئة والأمراض. مين كان رئيس أمريكا في الوقت ده؟ تيودور روزفلت، جد مين؟ الأستاذ كيرميت روزفلت اللي أمريكا بعتته كعميل للمخابرات في إيران للإطاحة بمحمد مصدق. تيودور روزفلت الرئيس الأمريكي عجبه الموضوع وراح اتكلم مع كولومبيا إن أنا عايز أعمل قناة بنما في الجزء ده. كولومبيا رفضت. راح تيودور روزفلت حرك الأسطول الأمريكي وأخذ الجزء ده من كولومبيا اللي هو بنما، وعمل فيه ابتدى يحفر فيه القناة
وجاب العائلات الثرية هناك وعينها كأنها حكومة لدولة بنما المستقلة، ووقع معاهدة إن قناة بنما والمناطق المحيطة بيها تبقى تحت السيطرة الأمريكية. اللطيف في الموضوع إن تيودور روزفلت الرئيس الأمريكي ما وقعش المعاهدة دي مع أي حد من بنما، بل وقعها مع مهندس فرنسي كان من ضمن فريق عمل ديلي سيبس اللي كانوا بيحفروا القناة في الأول، وكأن البنميين دول مش موجودين. وتم حفر القناة، وبرضه توفى آلاف من الأبرياء في عملية الحفر، بس في الآخر تم شق قناة بنما. بنما الدولة الصغيرة ذات ال 2 مليون نسمة ظل يحكمها مجموعة من الحكام الديكتاتوريين الموالين لأمريكا، وشعبها يعيش في حياة من الفقر مثل العبيد. وفي نفس الوقت أمريكا أسست على أرض بنما مراكز لتدريب الجنود والضباط سموا بفرق الموت. دول كانوا وظيفتهم مناصرة أي ديكتاتور في كل أنحاء أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، أي ديكتاتور يكون موالي لأمريكا أو ترضى عنه واشنطن. ولكن في عام 1968 يحصل تحول دراماتيكي، يجي على سدة الحكم عمر تريخوس، رئيس جديد لبنما، رجل وطني يريد استقلال بنما وعايز يطبق العدالة الاجتماعية وينهض بالاقتصاد البنمي وينتشل أهلها من الفقراء. عمر توريخوس كان رافض إن بلده تبقى لعبة في إيد أمريكا، بس في نفس الوقت عمر توريخوس كان ذكي، فما كانش بيعادي أمريكا وينضم للاتحاد السوفيتي، فكان رافض برضو الانحياز للاتحاد السوفيتي. لكن هو شايف إن بنما الدولة المستقلة من حقها إنها تمارس سيطرتها على شعبها وأرضها ومسطحاتها المائية. وبيقول جون بيركنز إنه لما راح لبنما لتقديم خطط التنمية الشاملة طبقا لوجهة نظر البنك الدولي، واللي عن طريقها هيوقعوا بنما في فخ الديون لإرجاعها إلى الحظيرة الأمريكية تاني. فبيقول إنه التقى بعمر تريخوس وقعد معاه فترة طويلة بيتكلموا. فعمر تريخوس فاجئه بإنه قال له أنا عارف كل الخدع اللي انتوا بتستخدموها وعايزين توقعوني في فخ الديون عشان تستمر بنما في التبعية السياسية والاقتصادية لأمريكا. وقال له عارف ان المساعدات الأجنبية اللي انتوا بتقدموها هي خدعة كبيرة، لأنكم عايزين تكونوا مجموعة من العائلات الثرية اللي تكون موالية ليكم. وعارف أيضا أن مشاريع البنية التحتية اللي بتقوم بيها شركاتكم فيها حجم كبير من التضخيم للتكاليف وخلافه. قال له الحكومة عندك كمان عارفة أن أنا واقف ضد شركة يونايتد فروت، ودي شركة أمريكية كانت مستولية على أغلب الأراضي الزراعية في أمريكا الوسطى. وعارف على حد ذكر عمر تيرخوس أن شركة زباتة للبترول، ودي شركة يمتلكها جورج بوش الأب، هي اللي بتمتلك شركة يونايتد جروب. وجورج بوش عارف ان انا واقف ضد اصحابه اللي بيمتلكوا شركة بيكتل الهندسية اللي بتقوم بمشاريع البنية التحتية. قال له حاجات كتير جدا عمر تيرخوس. اتفاجئ جون بيركنز، فسأله في الاخر طيب مدام انت عارف كل الخدع بتاعتنا، انت عايز مني ايه بالظبط؟ عمر توريخوس جاوب على جون بيركنز وقال له انا محتاج مساعدتك. احنا هنستعيد قناة بنما، بس ده مش كفاية لعمل تنمية اقتصادية في بنما. أنا عايز أعمل تنمية اقتصادية حقيقية، وعايز أعمل مشاريع بنية تحتية وزراعية حقيقية، وعايز أمد شبكات للكهرباء ومحطات صرف، ولكن شبكات للكهرباء تكون للأثرياء والفقراء، تكون مدعومة للدولة. فلو قدمت لي أنت كجون بيركنز عرض جيد لفقراء بنما، أنا ممكن أشتغل معاك. جون بيركنز بيقول إن عمر تريخوس أيقظ ضميره وارتبط مع جون بيركنز بكلمة شرف، وإنه على غير العادة عمل مع جون بيركنز اتفاقية ودعم مالي في نزاهة، لدرجة إن الناس في صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي قالوا له إن دراساتك الاقتصادية لبنما مختلفة عن باقي الدول، وإن إحنا عندنا قلق إن بنما تتجه إلى الاتجاه الاشتراكي.
ولكن جون بيركنز على غير عادته كقرصان اقتصادي اعتاد على نهب الدول، اتغير، وكلام عمر تريخوس ورغبته في نهضة بلده أيقظ ضميره بالفعل. وتمر الأيام وينجح عمر تريخوس سنة 1977 في استعادة قناة بنما بعد مفاوضات مضنية مع الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. عمر تريخوس استعاد قناة بنما وقدر يتخلص من مراكز الموت اللي كانت موجودة على أرض بنما. ولكن جيمي كارتر الرئيس اللي كان إلى حد كبير عقلاني وودود، اللي كان بيسعى للتخلص من اعتماد أمريكا على البترول، وكان بيسعى إلى حل المشاكل بالطرق السلمية، ما كانش على هوى النخبة الأمريكية الحاكمة، فتم إسقاطه في الانتخابات وأتوا بريجن الرئيس الأمريكي الجديد. ريجن كان مختلف تماما عن كارتر، كان خادم مطيع للكوربوراتوكراسي، وشايف ان امريكا لازم تسيطر على البترول في اي مكان في العالم، وان كارتر غلطان لما رجع قناة بنما لعمر توريخوس. كل إدارة ريجن كانت عبارة عن أباطرة الكوربوراتوكراسي متجمعين في هذه الإدارة. يعني نائب بتاعه كان جورج بوش الأب، عنده شركة بترول. وزير الخارجية جورج شولتز كان في شركة بيكتل الهندسية. ويتنبرجر وزير الدفاع أيضا كان مع شولتز في شركة بيكتل، وكان ديك تشيني من ضمن الإدارة وغيره. بصعود النخبة دي وريجن مكان كارتر كتبت النهاية لعمر تريخوس، وللأسف تم اغتياله على إيد المخابرات المركزية الأمريكية في عام 1981 في حادثة طيارة. اغتالوه لأنه وقف ضدهم في محاولاتهم لنهب ثروات بلده. اغتالوه لأنه شافوا أن سياساته ممكن تبقى سياسات تحتذى من دول أخرى ويقفوا قصاد إمبراطوريتهم. اغتيال عمر تريخوس ما كانش الوحيد، بل هم قبليها بشهرين اغتالوا خايمي رولدس ورئيس الإكوادور لما قرر يقف ضدهم في سياسات شركات البترول الأمريكية ويوقف استغلالها لثروات الإكوادور. في الحلقة الجاية هنتكلم عن ايه اللي اتعمل في الإكوادور من قراصنة الاقتصاد، وقراصنة الاقتصاد عملوا ايه في دول زي العراق واندونيسيا. كل ده هنتكلم عليه بالتفصيل في الحلقة الجاية بإذن الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.